عملية سرقة حصلت واحنا نايمين في الطيارة. تخيلوا الحوار ده حصل ازاي؟ معاكم محمد خالد من شغف مسافر. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير والدنيا معاكم في التمام. موضوعنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن عملية سرقة حصلت في الطيارة والركاب كلهم كانوا نايمين. تعالوا نحكي ايه اللي حصل بالظبط. رحلة طيران كانت طالعة من مطار دبي الدولي لمطار كوالالمبور في ماليزيا. رحلة الطيران دي كانت مدتها 7 ساعات ونص. كانت الرحلة دي كانت هتطلع الساعة 4 الفجر من مطار دبي. الساعة 4 الفجر هتوصل كوالالمبور الساعة 3 ونص العصر. تمام جدا. ايه اللي حصل بقى في خلال الرحلة دي؟ الرحلة دي يا جماعة كنا احنا موجودين في المطار من قبلها بحوالي ساعتين ونص. رحنا خلصنا كل الإجراءات بتاعتنا وكل حاجة، حطينا الشنط. أنا كان معايا شنطة الباج اللي هي شنطة الظهر بتاعتي. خلصنا تمام، قعدنا خلصنا كل حاجة. طلعنا على الطيارة، كانت الساعة حوالي 4 وخلصنا وركبنا الطيارة. والطيارة فعلا اتحركت الساعة 4 ونص في الميعاد بتاعها. كانت رحلة الطيران دي على طيران باكت. لو جينا بقى نتكلم زي ما قلت لكم ان الرحله دي كانت طالعه الساعه 4 ونص الفجر، يعني يعتبر كانت الدنيا ليل تام، الدنيا كانت ضلمه، مفيش اي حاجه حوالينا. طب يجي حد يقول لي طب برضه ايه اللي حصل؟ هقول لك اللي حصل ان في خلال الرحله دي اول ما الرحله ما خلاص بدات تطلع وبدات ان هي بقت الرحله في السماء والدنيا حوالينا ضلمه، الطياره يعتبر طفوا النور بحيث لو في حد عايز ينام. فبقت الطياره يعتبر ضلمه وكل الناس يعتبر نايمه، ومفيش بس غير الشاشات اللي حوالينا على الكراسي هي اللي منوره ومنوره نور ضعيف بحيث لو في حد عايز ينام. ويعتبر بالفعل معظم الناس نامت لان يعتبر كلنا ما كناش نمنا. فانا بالنسبه لي برضو نمت وكل الناس يعتبر نامت. ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل في الفترة اللي جاية وخصوصا مع بداية شروق الشمس. اللي حصل يا جماعة مع بداية شروق الشمس بدأنا كده نسمع صوت غريب. ايه هو الصوت ده؟ بدأنا كده نبص حوالينا وبدأت الناس تفتح عينيها، لقيت ان في واحد ماسك واحد وعمالين بيتخانقوا مع بعض. طب بيتخانقوا مع بعض ليه؟ لقيت ان في اتنين يعتبروا من شرق اسيا، يعتبر شكلهم كده صيني ياباني حاجة زي كده، واقفين بيتخانقوا مع بعض. ليه؟ عشان واحد فيهم بيقول للتاني انت حرامي، انت سرقتني، والتاني بيقول له انا ما جيتش جنبك. طب هو ايه اللي حصل اصلا وايه اللي خلى الاثنين دول يقفوا يتخانقوا مع بعض؟ إيه اللي حصل يا سيدي ان في واحد كان نايم، وزي ما قلت الواحد ده كان من شرق اسيا، صيني او ياباني، يعتبر مش واضح قوي الجنسيه بتاعته كانت ايه، بس يعتبر هو كان نايم. لغايه ما اتفاجئ وهو نايم ان في حد واقف جنبه وعمل صوت في صوت الشنط اللي فوقيه. فهو استغرب، فهو يعتبر بيتقلب كده او بيفتح عينه لقى الشخص ده. فبيبص فوقيه لقى ان الشخص ده يعتبر كان بيطلع الشنطه بتاعته. فالراجل استغرب، انت ايه اللي جابك عندي وايه اللي خلاك تفتح المنطقه بتاعت الشنط اللي فوقيه وتطلع الشنطه بتاعتي؟ فالراجل راح بص كده، قام فجاه لقى ان الراجل ده كان فاتح الشنطه بتاعته وفاتح سوسته من سوست الشنط بتاعته. فالراجل استغرب، قال له انت بتعمل ايه في الشنطه بتاعتي؟ قال له سوري، انا افتكرتها ان الشنطه دي بتاعتي، معلش انا اسف. وراح قفل السوسته تاني وراح دخل الشنطه وحاول ان هو يسحب نفسه يمشي. فالراجل طبعا اللي هو كان نايم على الكرسي قال له لا طبعا، راح شده وراح رجعه تاني وقال له انت عملت ايه في الشنطه؟ وراح فتح السوسته لقى المحفظه بتاعته مش موجوده. المحفظه دي يا جماعه اللي احنا عرفناه بعد كده ان هي يعتبر كان فيها فلوس وكان فيها كروت بنك وكان فيها يعتبر حاجات كتيره جدا خاصه بيه، كان يعتبر سايبها وكان حاططها في الشنطه بتاعته اللي فوق. وكان يعتبر فيها ورق مهم وحاجات باسبور، بس يعتبر الاهم كان شايل فيها فلوس كتير وكان حاطط فيها كروت بنكيه كتير. فيعتبر كان شايلها في الجزئيه دي. فطبعا اما والملاءه كده مسك الراجل وقعد يزعق. طبعا كلم المضيفه وقال للمضيفه انا عايز اي ضابط عشان الراجل ده حرامي، الراجل ده حرامي وسرق المحفظه بتاعتي. فالفكره يا جماعه وقتها ان المضيفون المضيفات، فالفكره يا جماعه وقتها ان كل المضيفين اللي موجودين في الطياره اتجمعوا وكانوا مستغربين قوي من الموقف. وانا نفسي عشان اعتبر كنت قاعد جنب الراجل ده او كنت قاعد قريب من الراجل ده، فانا بالنسبه لي كنت شايف كل اللي بيحصل حواليا واستغربت. فالفكره وقتها طبعا لما لقوا حاجه زي كده، المضيفه يعتبر كانت اكبر مضيفه موجوده على الطياره، قالت للراجل اللي هو يعتبر السرق بتاعه اتسرقت منه الشنطه بتاعته، قالت له طب خلاص اقعد بس ثانيه، واحنا عشان احنا ما عندناش دلوقتي ضباط موجودين على الطياره، اول ما هنوصل كوالالمبور هنحل المشكله دي. فالمشكله يعتبر دلوقتي ان ما كانش فيه اي ضابط او في اي حد امني موجود على الطياره وقتها. والفكره كمان يا جماعه ان الطياره كانت في بدايتها، احنا بنتكلم وقتها كانت الساعه حوالي 5 ونص 6، وانت لسه قدامك حوالي 4 ساعات طيران. يعني انت لسه قدامك حوالي 4 ساعات كمان او 5 ساعات عشان توصل كوالالمبور. فدي يعتبر كانت مشكله.
فوقتها طبعا الراجل كان قاعد، اللي سرقت شنطته قاعد مش عارف يعمل ايه، وكل شويه يقوم يفتح الشنطه بتاعته يتاكد ان مفيش اي حاجه تانية اتسرقت، واللي سرق بس الايه، المحفظه. طب ايه بقى اللي حصل تاني دلوقتي؟ الاغرب بقى اللي حصل دلوقتي، اللي انا لقيت ان الراجل اللي يعتبر كان فتح الشنطه بتاعت الراجل ويعتبر سرق المحفظه بتاعته، لقيته راجع تاني وبيحاول كده يعمل مناوشه، وبيحاول كده يجادل مع الراجل ويقول انا ما خدتش حاجه وما سرقتش حاجه، ويعتبر انت ظالمني ومفيش اي حاجه حصلت. فاحنا يعتبر استغربنا انت ليه رجعت تاني بعد هم ما رجعوك وقعدوك على الكرسي بتاعك واقول لك ما تتحركش من مكانك. الفكره بقى يا جماعه ان هو يعتبر بداوا كده يتكلموا مع بعض وبداوا يشدوا مع بعض، بدا كده يعتبر يحصل مشاده ما بينهم، وده يزق ده وده يزق ده. فالفكره وقتها لاحظت من يعتبر الناس اللي بدات تقوم بقى تحوش بقى الحوار ده، لاحظت ان الراجل اللي سرق الشنطه دي او سرق المحفظه دي يعتبر طلع كده حاجه من الجاكيت بتاعه وراح رماها على الارض. انا عشان بالنسبه لي كنت انا قاعد على الجنب التاني ويعتبر كنت قريب شويه من الموقف ده، فانا شفت الحوار ده، شفت الراجل وهو يعتبر بيطلع المحفظه من معاه وبيرميها على الارض. الفكره بقى ان هو اول ما رمى المحفظه دي على الارض بدا ان هو يسحب نفسه وبدا يرجع تاني على الكرسي وخلاص اكن ايه الحوار اتفض. فطبعا وقتها الناس بدات بقى ترجع الكراسي بتاعتها، الراجل اللي سرق المحفظه بتاعته لقى المحفظه بتاعته مرميه على الارض. فطبعا عرف وقتها واكتشف ان الراجل ده جه عمل الموقف ده عشان يرمي المحفظه ويثبت ان هو ما سرقش اي حاجه، والمحفظه دي هي وقعت من ايه، من الراجل نفسه، ومن هو ما كانش اي قاصد اي حاجه، ان هو ما سرقش اي حاجه. فالفكره وقتها طبعا الراجل اللي هو سرق الشنطه بتاعته راح طبعا عرف الموقف ده وراح ندى المضيفه وقال لها بصي الراجل جه ورمى المحفظه عشان يقول ان هو ما سرقهاش، والمحفظه بتاعتي اهي مرميه جنبي عشان هو جه رماها. الفكره طبعا لما حصل الموقف ده المضيفه راحت رجعت تاني للراجل وقالت له من فضلك اقعد مكانك وما تتحركش منه، وبعد اذنك ما تقومش تاني من مكانك. وبالفعل فعلا الراجل اللي سرق المحفظه ما قامش تاني من مكانه لغايه ما وصلنا كوالالمبور. وهنا بقى كانت حاجه غريبه تانية حصلت. حاجه بقى الغريبه التانية بقى اللي حصلت، وان انا كنت منتظر ان احنا اول ما نوصل كوالالمبور اشوف ايه اللي هيحصل، خصوصا ان الراجل ده فعلا حرامي، والراجل ده فعلا راح فتح شنطته وسرق فعلا منه المحفظه. فانا عايز اعرف بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي، خصوصا ان احنا على الطياره مفيش اي حد امني ومفيش اي حد خد معاه اي اجراء. فايه يا جماعه ايه اللي هيحصل؟ هل الراجل ده هينزل عادي ولا ايه اللي هيحصل؟ فاول ما وصلنا المطار اللي انا استغربته ان احنا فضلنا قاعدين فتره كبيره مش عايزين يخرجوا اي حد من الطياره، الناس كلها قاعده في مكانها وممنوع ان اي حد يخرج من الطياره. طب ايه اللي حصل؟ فوجئت يعتبر بعدها بعد حوالي يعتبر فتره احنا كلنا قاعدين مش عارفين ايه اللي بيحصل وليه يعتبر مش عايزين يخرجوا اي حد من الطياره. فوجئت ان اكبر مضيفه موجوده واللي هي يعتبر كانت بتحاول تحل المشكله دي، لقيتها داخله الطياره تاني او بعد يعتبر ما خرجت من الطياره بعد ما خلاص ما كنا وصلنا، دخلت الطياره تاني ومعاها امن، معاها اتنين ظباط من المطار. لقيتهم داخلين معاها راحوا لغايه الراجل اللي سرق الشنطه بتاعته وقال له بعد اذنك تعالى معايا انت والراجل التاني اللي يعتبر سرق المحفظه. فيعتبر الراجل اللي سرق المحفظه حاول ان هو يجادل وانا ما عملتش حاجه ومش اي حاجه اتسرقت، ويعتبر مش اي حاجه معايا وشوفوا المحفظه بتاعته هتلاقيها معاه، وانا يعتبر ما عملتش اي حاجه. فيعتبر الظباط قالوا له مش حاجه اسمها كده وتعالى معايا بعد اذنك، وعشان ايه ما يكونش في اي مشاكل، ما يكونش في اي شوشره، وعشان ما نعطلش الناس فبعد اذنك ايه تعالى معانا. فيعتبر اللي حصل بعد كده واللي احنا يعتبر اكتشفناه بعد ما سحبوا الاثنين دول وخرجوا بيهم، وبعد ما خرجوا بيهم بعدها بشويه بداوا يخرجوا باقي الناس اللي في الطياره. فيعتبر احنا عرفناه بعد كده ان هم خدوا الاثنين دول وطلعوا بيه يعتبر على المكتب او المكان الخاص بالشرطه في المطار، خدوهم هم الاثنين. واللي انا عرفته بعد كده ان يعتبر حصل تحقيقات ما بينهم. الفكره بقى هل الشخص اللي سرق ده حصل له ايه؟ ده يعتبر اللي احنا ما عرفناهوش. بس الفكره يا جماعه بس يعتبر في اخر الفيديو اللي انا حابب اقوله واللي انا حابب اطلع من الفيديو ده، ان انت خلي بالك وانت في الطياره، خلي بالك ما تكونش حاطط اي حاجه مهمه ليك، اي حاجه بقى فيها فلوس، اي حاجه فيها مجوهرات، اي حاجه فيها مطمع ممكن تتسرق، تسيبها فوقيك في المكان الخاص بالشنط. حاول تخلي في الحاجات اللي خاص فيها الشنط حاجات ما تكونش فيها مطمع، حاجات ما تكونش ان هي ممكن تتسرق. مش هقول لك ان انت تخلي اللابتوب بتاعك والتابلت بتاعك على رجلك لان ده هم حتى المضيفين مش هيسمحوا بيه، بس على الاقل ما تسيبش مثلا فوق مجوهرات، ما تسيبش مثلا حاجات فلوس كتير، ما تسيبش مثلا كروت بنكيه كتير، وخصوصا لو في حد شاف ده. يعني ما تبقاش انت مثلا قاعد قبل ما تركب الطياره تروح فاتح شنطتك والناس اللي حواليك اللي هيركبوا معاك الطياره شايفينك وانت قاعد مثلا بتطلع مجوهرات او بتطلع فلوس او بتطلع مثلا كروت بنكيه، وتيجي بعد كده تركب الطياره واول ما توصل مثلا الوجهه بتاعتك او توصل المطار التاني تيجي مثلا تنزل تفتح الشنطه تلاقي الحاجات دي مش موجوده. ما عشان اكيد ممكن يكون حد من الناس اللي كانوا حواليك شافوا الكلام ده، استغلوا مثلا ان انت نايم، راحوا فتحوا البتاع اللي فوقيك، فتحوا الشنطه، طلعوا الحاجه ومشوا خلاص. فالفكره خلي بالك جدا من الجزئيه دي عشان ما تسرقش، عشان ما تتحطش في نفس الموقف ده. فربنا معانا كلنا وربنا يسترها معانا كلنا. كده يعتبر الفيديو بتاعنا يكون خلص. حبيت بس اتكلم في الجزئيه دي ان انت تخلي بالك عشان في ناس كتير جدا بتنام وما بتاخدش بالها، واول ما بتوصل للناحيه الثانيه بتفاجئ بعد كده الشنطه بتاعتها مفتوحه، الشنطه بتاعتها مسروقه، وبتقعد بقى يعني بتستغرب، ما بتفكرش اصلا، ما بيجيش في دماغها ان ممكن يكون
في موقف زي كده يكون حصل في الطياره. فخلي بالك وربنا معانا ويسترها معانا كده كلنا. فده يعتبر الفيديو بتاعنا يعتبر يكون خلص، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا حتى لو بجزء بسيط. ما ننساش طبعا نعمل لايك وسبسكرايب وشير، الحاجات دي كلها بتفرق معانا جدا 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 جدا. فيعتبر كده الفيديو بتاعنا يعتبر يكون خلص. كان معكم محمد خالد من شغف مسافر.